السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد في مطبخ زيزو العبديه. اليوم ان شاء الله نحضر معكم طاجين مسفيوي على حقه وطريقه، طاجين صغار بالبصله والزبيب اللي كيجي لذيذ ومعلك بطريقه سهله وبسيطه. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. اذا كنتي اول مره كتزوري القناه ديالي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد حطيته في القناه. وانتي كتفرجي في الفيديو ما تنسينيش من لي لايك وتعليق زوين بحالك. اول حاجه كنبدا بها على بركه الله، عندي هنايا الحوت ديال الصغار اولا الصنور اولا الفرخ، كل واحد وشنو كيسميه على حسب المنطقه او المدينه اللي كيسكن فيها. بالنسبه للناس اسفي كيسميوه الصغار. هنايا غادي نخوي عليه الماء طايب وغادي نخليه واحد 10 ديال الدقائق. الطريقه كنديرها ليا البنات باش كنقشرو، طريقه اللي هي سهله وبسيطه بلا ما تحتاجي انك تسلقيه. كتخوي عليه غير الماء طايب كتخليه 10 ديال الدقائق. هنايا قلبته على الظهر ديالو البلاصه اللي فيها ديك الجلده زرقاء، غادي نخليه واحد 10 دقائق صافي وكنحيدو من الماء. وراه كيتقشر معنا بكل سهوله كما شفتوا معايا دغيا كيتقشر، ما كياخذش منا الوقت نهائيا. الطريقه اللي هي سهله وبسيطه وصراحه كتنظفو مزيان وكتحيد منه ديك القشره الكحله اولا القشره الزرقاء. بزاف ديال الناس كينصبوا بهاد القشره ديالو، صراحه ما كيجيش الشكل ديالو زوين وما كيعجبنيش. الا قشرتيه كيولي يبان ابيض وكيبان نقي وزوين، وحتى في المنظر ديالو كيجي زوين كما كنقولوا العين كتاكل قبل من الكرش. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه كنقشر هاد الصغار، راه كيتقشر معنا بكل سهوله. وحتى الا بغيتوا البنات تنصبوه بلاصوص ديال المطيشه والزيتون راه كتنظفوه بنفس الطريقه، يعني طريقه اللي هي عمليه وبسيطه في نفس الوقت. كنستمر بنفس الطريقه كننظف فيها هاد الحوت ديالي كامل وكنغسلو وكنديرو فواحد الشبكه وكنخليه يستقطر، وغادي ندوز باش نشرملو معاكم. كنحتاج في العطريه اللي غادي نشرمل بها الحوت جوج دريسات ديال الثومه، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرق ومعرق، معلقه صغيره ديال سكينجبير، راس معلقه ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للملح كتبقى على حسب الذوق. معلقه صغيره ديال السمن. عندي كاس ما عامرش، كاس غير صغير فيه الماء درت فيه زعفران شعره. كاس صغير ما عامرش ديال زيت الزيتون وزيت المائده مخلطين. غادي نخلط هذيك الشرموله مزيان وغادي نشرمل فيها الحوت. صافي هنايا غادي نضيف الحوت ديالي وغادي نشرملو مزيان في هاد العطريه وكنخليه هنايا كيترقد. خليته تقريبا واحد ساعتين، قد ما رقدتوها البنات قد ما مزيان كيشرب هذيك العطريه وكيجي بنين وزوين. انا خليته غير ساعتين. بالنسبه الى ما كانش عندك الوقت قدري غير تشرمليه وتنصبيه، غير هو قد ما تشرب هاد العطريه قد ما كيجي بنين وكيجي زوين. صافي كنستمر بنفس الطريقه كنشرمل داك الحوت ديالي وكندخل ليه العطريه وغادي نغطي عليه ونخليه كما قلت لكم كيتشرب ليا هاد العطريه. خليته لمده ديال ساعتين صافي. وغادي ندوز باش نوجد معكم البصله اللي غادي نرافقها مع هاد الطاجين ديال صغار. خديت هنايا 5 الحبات ديال البصله اللي شنفتهم رقيق، زدت عليهم جوج دريسات ديال الثومه، راس معلقه ديال البزار، نص معلقه كبيره ديال الخرق ومعرق، نص معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه صغيره تقريبا ديال راس الحانوت، راس معلقه ديال القرفه، راس معلقه ديال الملح. بالنسبه للملح راه كتبقى على حسب الذوق. شويه ديال زعفران شعره، شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده. صافي وكنخلط ديك البصله ديالي وكنخليها فوق عافيه مجهده حتى كطيح ليا ديك البصله وكتبان، ما كتبقاش البنات واقفه. هي ما كطيبش غير كنشحروها باش طيح لينا شويه وكتجينا في الطياب. هي هذيك ملحوس كما كنعرفوا هاد البصله اللي كتكون بلديه كتاخذ شويه الطياب. صافي من بعد ما كتبان ليا شويه على هاد الشكل صافي كنطفي عليها البوطه. الا لقيتوها البنات ديك البصله البيضاء يكون احسن صراحه، كطيب مع الحوت وما كتجيش ما كتاخذش الوقت بحال هاد البصله اللي كتكون بلديه كتشد شويه الطياب. داكشي علاش شحرتها انا في المقله باش تجيني هي هذيك في الطياب مع الحوت وما يطيبش ليا بزاف حتى يتفرتت. صافي هنايا خديت البصله غادي نديرها هنايا في الطاجين. غادي نهز واحد تقريبا غنهز منها غير شويه غنديرو لتحت. وعندي هنايا واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس اللي مربط. كما شفتوا معايا انا ما درتش القزبر ومعدنوس مقطعين، غادي نديرهم غير مربطين على هذا الشكل.
صافي غادي نحط واحد الكميه ديال البصله في القاع ديال الطاجين، وغادي نستف هذاك الحوت ديالي، وغادي نخلي واحد الكميه ديال البصله اللي غادي نديرها من الفوق. صافي من بعد ما كنستف هذاك الحوت ديالي في الطاجين غادي نخوي عليه ديك العطريه اللي كتبقى اللي شرمناها فيه، نخوي عليه من الفوق ونحط فيه هذيك، نحط عليه ديك البصله. الطويجين البنات انا غادي نطيبو فوق الفاخر، كنخلي الفاخر ديالي حتى كيهبى وكتولي العافيه ديالو مهيله، كنحط عليها الطويجين ديالي وكنخليه كيطيب على خاطرو كيتعلق باش ما يتحرقش. ولا بغيتو طيبوه فوق البوطه ديروا فوق البوطه وخليوه على العافيه اللي كتكون مهيله باش ما تحرقش لكم هذيك البصله اللي درنا لتحت، ويجيكم الطاجين ديالكم معلك وزوين. صافي انا من بعد ما درت ديك البصله غادي نزيد العنب اللي كنت مرقداه في الماء، العنب الابيض، درت تقريبا واحد كاس صغير عامر. صافي وغادي نغطي الطاجين ديالي وغادي نديرو فوق الفاخر كما قلت لكم ونخليه كيطيب على خاطرو، العافيه اللي كتكون مهيله، وكندير واحد الحديده لتحت اللي كتكون ديال الطاجين باش كيطيب ليا على خاطرو وكيتعلق. ومني كيطيب ليا الطاجين ديالي مره مره كنهز ديك المريقه وكنخويها من فوق داك العنب الابيض ومن فوق ديك البصيله باش كيتعلقوا وكيتشرب ليا ديك المريقه وكلشي كيجي بنين وشارب العطريه. وكنخلي الطاجين ديالي كيتشرب وكيتعلق من بعد ما كيطيب حتى كيتشرب مزيان وكيتعلق، كتبقى فيه غير ديك الزويته وديك البصيله خاتره. وغادي نزينو هنايا بشويه ديال البيض ديال السمان واللوز اللي مقلي، تزيين اللي هو بسيط صراحه. الطويجين كيجي لذيذ ومعلك من الطواجن المعروفه والمشهوره في مدينه اسفي، كيجي اكثر من رائع. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله وينال اعجابكم. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تبخلوش عليا بتعاليقكم الزوينه ولي لايك الفيديو. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. ما تنسونيش من لايك وتعليق زوين للفيديو. فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين اللي حضرت معكم ديال الصغار بالبصله والزبيب اللي كيجي اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. السلام عليكم، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.